لأ تعالي، رايحة فين؟ أنا عاوزة أعرف مين اللي ضحك عليكِ وقال لِك إن القطر فاتِك، ومين أصلًا اللي حدد المحطة اللي هتوصلي لها. قولي لي ليه بتجري؟ بتهربي من إيه؟ قولي لي بصراحة إمتى آخر مرة قعدتِ فيها لوحدِك مع نفسِك من غير تليفونِك، من غير دوشة، من غير قائمة مهام طولِك؟ إمتى قعدتِ لوحدِك مع أفكارِك؟ هل أنتِ فاكرة أصلًا الإحساس ده، والّا صمتِك وسكوتِك بقوا تقال عليكِ أوي لدرجة إنِك بتعوضيهم بأي حاجة علشان ما تسمعيش نفسِك؟ أو أنتِ حاسة بإيه، أو بتفكّري في إيه، أو إيه اللي جواكِ؟ الحقيقة أنتِ مش متأخّرة، بس كنتِ بتجري وبتنهجي ورا محطة مش محطتِك، وبتحاولي تركبي رحلة مش بتاعتِك. أنتِ مش بتجري لإن الحياة سريعة بس، لأ، أنتِ كمان بتجري علشان اتعودتِ إنِّك تقيسي قيمتِك باللي أنتِ أنجزتيه أو بعدد إنجازاتِك، أو بعدد المهام اللي وراكِ وخلّصتيها، أو بعدد الرسايل اللي بتردي عليها، أو بعدد الأدوار اللي بتأديها بإتقان، وكأنك في سباق غير معلن مع صورة مثالية رسمها المجتمع في عقلك. صورة المرأة اللي بتقدر تعمل كل حاجة وتتحمل أي حاجة وتضحك رغم كل الظروف اللي بتمر بيها. بس خليني أسألك سؤال بهدوء، مين قالك إنك لازم تكوني كل حاجة في نفس الوقت؟ ساعات انشغالك أو إنك طول الوقت مش فاضية دي مش علامة قوة، لأ، دي طريقة ذكية للهروب، الهروب من إحساس لحد دلوقتي انت مش فاهماه، أو من حزن انت لسه لحد دلوقتي ما اعترفتيش بيه، أو من خوف انت لسه ما واجهتهوش، أو من فراغ داخلي خايفة تعالجيه، فبتختاري الحركة المستمرة علشان ما تضطريش تقعدي مع نفسك وتصلحيها، كأنك خايفة إن يخرج من جواكي سؤال انتي مش عارفة إجابته. أنا عارفة إنك بتقولي إن ما عنديش وقت، بس الحقيقة إن الوقت موجود، بس انتي خايفة من إيه اللي هيحصل لو وقفتي شوية، إيه اللي هيحصل لو خفت الدوشة، هتحسي بإيه لو مفيش حاجة بتشتت انتباهك، علشان الهدوء بيكشف اللي جوانا، والوضوح ساعات بيكون مخيف، والمواجهة عاوزة شجاعة أكبر من الاستمرار في الجري. شوفي في يومك كام مرة بتكوني بتعملي حاجة وانتي بتفكري في حاجة تانية، كام مرة بتاكلي أكلة وانتي مش حاسة بطعمها، بتتكلمي وانتي مش مركزة ودماغك مشغولة بمليون حاجة، بتضحكي وانتي عقلك مرعوب أو خايف من بكرة. فالتشتيت المستمر ده مش بس بيسرق تركيزك، لأ، ده كمان بيسرق إحساسك بالحياة نفسها، بيخليكي تعيشي أيامك وكأنك في عجلة أو قطر مش بيقف لحد، بتنادي على اللحظات الجميلة بدل ما تعيشيها. الصدمة هنا مش إن العمر بيعدي، الصدمة إننا بننسى نعيشه وإحنا بنجري وراه. انتي مش فاشلة، انتي بس انطفيتي وانتي بتحاولي تنوري حياة غيرك ونسيتي نفسك. مش سنك اللي كبر، روحك هي اللي صغرت من كتر ما كتمتيها علشان المركب تمشي. بس تعرفي بقى ايه اللي يوجع بجد؟ انك بتتعودي على النمط ده لدرجة إن دي بتبقى حياتك الطبيعية أو العادية، فبتفتكري إن تعبك اللي ما بيروحش ده بقى جزء من شخصيتك، وإن قلقك بقى طبع فيكي، وإن التوتر بقى دليل الاهتمام. بس في الحقيقة انتي بس ما اديتيش لنفسك فرصة كفاية علشان تعيدي ترتيب أفكارك وتسألي نفسك ايه اللي أنا عاوزة أعمله فعلا، مش ايه اللي مطلوب مني. مش مطلوب منك انك ما تحلميش، او ان ما يكونش عندك الطموح، او انك تكوني مش طموحة، ولا انك تهملي مسؤولياتك، ولا انك تنسحبي من الحياة، ولكن انك تعيشي حياتك بوعي اكبر، انك تتحركي علشان انت عايزة كده، او انت اللي اخترتي لان ده اختيارك، مش لانك خايفة من السكون. انك تشتغلي علشان انت بتؤمني باللي انت بتشتغليه وبتحبيه، مش لانك عاوزة تثبتي حاجة لحد. انك بتمشي بخطوات ثابتة بدل ما تستنزفي طاقتك في اندفاع مش هتاخدي منه الرضا الحقيقي بنفسك وباللي بتعمليه. اسألي نفسك دلوقتي بس بصدق قوي، لو سكتت الدوشة اللي حواليا دلوقتي هكون أنا مين؟ بحب إيه؟ إيه اللي بيوجعني؟ إيه اللي محتاجاه فعلا؟ مش إيه اللي اتجبرت إني أتعود عليه. علشان بداية السلام الداخلي مش بتيجي من تغيير العالم حوالينا، هي بتيجي من قعدتك مع نفسك، من غير خوف ولا استعجال، من غير ما أحاول أسكت أي إحساس بحسه أو شعور بحسه. وهم السرعة ليه بتتعبك أكتر من ما انتي فاهمة؟ خليني أكون صريحة معاكي، من إمتى أقنعتي نفسك إن قيمتك بترتفع كل ما كان جدول يومك مليان؟ من إمتى صدقتي إن الست الناجحة اللي ما بتقفش واللي بتصحى قبل الكل بتنجز كل حاجة أكتر من أي حد، واللي بتتحمل اللي محدش يقدر يتحمله؟
وبتيجي في آخر اليوم رغم إنها بتكون تعبانة ومش قادرة وبتقول لنفسها أنا قوية، بس من جواها في حاجة بتقول لها أنا تعبانة. بس الناس اللي حواليا بيسقفوا اللي بيبقى مشغول وبتشتغل وبيكافئوا السرعة وبيمدحوا الست اللي ما بتطلبش المساعدة واللي بتتحمل فوق طاقتها واللي بتضحك بس بتغلي من جواها. وساعتها بيصبح التعب وسام شرف ليها والإرهاق دليل التزام والضغط النفسي أسلوب حياة. ومع الوقت انتي نفسك بتبتدي تتبني المقياس القاسي ده وتتعودي عليه من غير ما تحسي. فبعد كده بتربطي تقديرك لذاتك بمدى إنتاجيتك مش بمدى اتزانك أو راحتك. بس الحقيقة اللي محدش بيعترف بيها بصوت عالي إن السرعة المستمرة مش معناها التقدم الحقيقي، لأ دي ساعات بيكون معناها إنك بتتحركي أو بتنجزي من غير اتجاه واضح، بتنطي من مهمة للتانية ومن هدف لهدف ومن دور لدور من غير ما تسألي نفسك هل فعلا هو ده اللي أنا عاوزاه، أو هل ده فعلا اختيار نابع من رغبتي ولا من توقعات الآخرين. من غير ما تدي لعقلك فرصة يفكر بعمق أو حتى تدي لقلبك فرصة يحس أو يشعر بصدق. لما بتعيشي حياتك بنفس الوتيرة العالية دي طول الوقت بيبدأ جسمك في إرسال إشارات خفيفة زي التوتر في الرقبة أو صداع متكرر أو اضطرابات في النوم أو قلق من غير سبب واضح. إحساس داخلي بإنك دايما متأخرة حتى لو كنتي ماشية صح في ميعادك وكأنك ماسكة ساعة محدش بيشوفها غيرك. دايما بتضغطي بيها على نفسك وبتفكرك إنك تكوني أسرع أفضل بتنجزي أكتر بتتحملي مسؤولية أكتر فبتدخلي في دايرة مبتخلصش من السعي اللي مبتاخديش منه الرضا. انتي مش مضطرة تثبتي قيمتك كل يوم ومش مطالب منك إنك تبرهني للعالم إنك تستحقي مكانتك، علشان قيمتك مش بتتقاس بعدد المهام اللي خلصتيها ولا بإنجازاتك ولا بعدد النجاحات اللي حققتيها، لكن بوعيك بثباتك بقدرتك على الاختيار بصدق مع نفسك. لما تقولي كفاية كده النهاردة من غير ما تحسي بالذنب. ساعات بتجري علشان خايفة توقفي فتحسي بالفراغ، وساعات بتكوني خايفة إن الناس تسبقك، وساعات بتكوني اتعودتي على الإيقاع السريع ده وبقى جزء من هويتك. بس اسألي نفسك سؤال بهدوء، لو الضغط اللي عليكي خف شوية هل العالم هيقف ولا انت بس اللي هتكتشفي انك كنتي قاسية على نفسك أكتر من اللازم؟ والسرعة اللي بتديكي إحساس مزيف بالسيطرة على حياتك وبتخليكي تحسي إنك ماسكة زمام الأمور أو بكل الخيوط، بس في الحقيقة انتي بس ماسكة في التوتر علشان التحكم الحقيقي ما بيجيش لو مسكتي كل الخيوط أو زمام الأمور، لأ ده باختيار اللي يستحق اهتمامك فعلا ومن تقبلك إن بعض الأمور هتمشي بطريقتها الخاصة من غير ما انتي اللي دايما بتتدخلي. لما بتفضلي عايشة في عجلة مستمرة بتبقى قراراتك أسرع من تأملك وردود أفعالك أقوى من وعيك فبتقولي كلام انتي ما تقصدوش وبتوافقي على حاجات ما تناسبكيش وبتدخلي في التزامات بتقل روحك وبتخنقك علشان ما تديش لنفسك فرصة تفكري كويس. لحظة بتسألي نفسك فيها هل ده مناسبني فعلا؟ هل ده اللي أنا عاوزاه؟ ولا أنا بعمله علشان اتعودت إني أقول حاضر وأنام؟ البطء هو قوتك الداخلية مش ضعف. أنا عاوزاكي من النهاردة تشوفي فكرة السير بإيقاع أهدأ من زاوية أو ناحية مختلفة تماما، مش كتنازل عن طموحك ولا كاستسلام للكسل، لأ ده قرار واعي نابع منك انتي بإنك ست عارفة قيمتها كويس أوي وفاهمة إن طاقتها مورد تقيل غالي قوي مش بتهدره من غير حساب، علشان قوتك الحقيقية مش بتتقاس بسرعة حركتك لأ بتتقاس بقدرتك انتي على تحكمك في سرعتك مش السرعة هي اللي بتتحكم فيكي. كام مرة حسيتي بالذنب علشان احتجتي استراحة؟ كام مرة قلتي لنفسك انك لازم تتحملي اكتر من كده وإنك تصبري أكتر وإنك تعملي أكتر من كده علشان فاكرة إنك لما هتوقفي معنى كده إنك فشلتي؟ بس الحقيقة إن الاستمرار من غير وعي هو اللي هيخليكي تنهاري وإن الست الناضجة مش هي اللي بتتحمل كل حاجة، لأ هي اللي بتعرف إمتى تقول كفاية وإمتى تعيد ترتيب أولوياتها من غير خوف من أحكام الناس. لما تختاري إنك تمشي بخطوات متزنة فأنتي كده مش بترجعي لورا، انتي كده بتتقدمي بذكاء علشان اديتي عقلك مساحته إنه يشوف الصورة كاملة واديتي وقت لقلبك يتأكد من المشاعر اللي حسيتي بيها فعلا. فمش بتروحي ورا اندفاع مؤقت ومش بتورطي نفسك في قرارات مش شبهك ومش بترهقي نفسك بإنك تحاولي إرضاء الكل على حساب راحتك النفسية والداخلية. القوة مش في إنك تتحملي الضغط وإنتي ساكتة أو مش بتتكلمي، لأ في إنك تعترفي بإنك إنسانة عندها حدودها وعندها طاقة واحتياجات وإن احتياجاتك دي مش ضعف دي جزء من طبيعتك. ولما تحترميها فانتي كده بتبني علاقة صحية مع ذاتك، علاقة قائمة على الفهم مش على القسوة.
وعلى الرعاية مش على النقد المستمر. ساعات بتفتكري إنك لازم تردي فورا، القرار فورا، الموافقة دلوقتي، وكأن التأجيل البسيط هيضيع من إيديك الفرصة أو هيخلي الناس تغير رأيها فيك. بس الحقيقة الست الواثقة من نفسها مش بتخاف إنها تاخد وقتها في التفكير، علشان هي عارفة قيمتها، مش بتعتمد على سرعتها لكن على وضوحها، وإن الرد المدروس أقوى من رد متسرع تندم عليه بعدين. تخيلي لو إنك بدأتي تتعاملي مع قراراتك الكبيرة كأنك بتتعاملي مع شيء ثمين أوي قابل للكسر، بتمسكيه بهدوء وبتتأمليه وبتسألي عنه وبتفحصيه من كل زاوية قبل ما تحطيه في مكانه المناسب. ساعتها النتيجة هتتغير قد إيه، وهتقل الأخطاء قد إيه، ونفسك هترتاح قد إيه لما تعرف إنك اخترتي بوعي مش بدافع الخوف أو الضغط النفسي. لما تدي لنفسك النوع ده من المساحة هتبتدي تلاحظي تفاصيل ما شفتيهاش قبل كده، وهتكتشفي إن بعض الأمور اللي كنت فاكرة إنها مهمة ما بقتش كده، وإن بعض الأشخاص اللي كنت بتحاربي عشانهم هم أصلا ما يستحقوش المجهود ده كله، وإن بعض الأهداف اللي سعيتي لها ما كانتش دي رغبتك من الأساس، دي كانت رغبة إنك تثبتي حاجة معينة محتاجة إثبات. المشي بإيقاع متزن بيديك رفاهية الاختيار، والاختيار هو جوهر الحرية، لأنك لما بتختاري بوعي بتتحملي مسؤولية قرارك من غير ما تلومي الظروف أو الناس، وبتبقي أكتر ثباتا لما بتواجهي النتائج عشان عارفة إنك مهربتيش، لأ فكرتي وحسيتي وقررتي من مكان جواكي مستقر. جسمك بيتكلم، فهل هتسمعيه فعلا وهتسمعي كلامه؟ خليني أسألك سؤال صادق، فعلا كام مرة جسمك بعتلك أو بينلك إشارة واضحة إنك تعبانة بس انتي تجاهلتيها وقلتي هرتاح بعدين؟ كام مرة حسيتي بتقل في صدرك أو بصداع متكرر أو بأرق بيسحب منك هدوء الليل ومع ذلك اقنعتي نفسك إن الأمر عادي وإنك محتاجة بس تتحملي زيادة؟ جسمك مش آلة صامتة ومش أداة بتأدي بيها مهام يومك اللامحدودة، لأ ده هو بيت روحك، وهو أول واحد هيحس بالضغط لما تتراكم المسؤوليات عليك، وأول واحد هيتأثر لما تكبتي مشاعرك، وأول واحد هيمنعك لما تحطي الكل قبلك لفترة طويلة من غير ما تحسي إنك بتستنزفي نفسك ببطء. ساعات مش بيكون الصداع مجرد صداع، ممكن تكون رسالة بتقولك إن أفكارك ازدحمت وكترت أكتر من اللازم، وإنك بتحاولي تسيطري على كل حاجة في وقت واحد. وساعات مش بيكون الأرق مجرد اضطراب نوم بس، ده ممكن يكون علامة على قلق مش مفهوم أو قرار خايفة تحسميه أو كلام محشور جواكي وما عبرتيش عنه أو ما قلتيش عليه، ففضلت تدور في دماغك كل ما تغمضي عينيك. لما ما تسمعيش كلام نفسك عن ايه اللي بيحصل جواكي بيبدأ جسمك يرفع صوته شوية شوية، مش علشان يعاقبك لكن علشان ينبهك ويقولك إن في خلل في التوازن عندك، علشان بتدي أكتر ما تاخدي وبتتحملي أكتر من اللازم وبتضحكي من بره بس جواكي تعب محتاج احتواء منك، مش إنك تتجاهليه. انتي بتهتمي بشكلك وبجسمك وبلبسك وشغل بيتك وواجباتك وعلاقاتك، لكن هل بتهتمي بإشارات جسمك بنفس المقدار؟ هل ساعات بتسألي نفسك ليه حاسة بالإرهاق ده كله رغم إني ما عملتش المجهود الكبير النهاردة؟ ليه دراعي دايما وجعني؟ ليه بتنفس بسرعة لما بفكر في شوية مواضيع؟ التفاصيل الصغيرة دي مش عشوائية، دي انعكاس مباشر لحالتك النفسية. لما بتعيشي تحت ضغط طويل من غير راحة ذهنية كافية بيبقى جسمك في حالة تأهب دائم، وكأن في خطر بيهددك، فبيفرز التوتر في عضلاتك وبيرهق أعصابك وبيضعف مناعتك تدريجيا، فبتفكري إن المشكلة صحية بحتة بس جذورها نفسية، وفي الطريقة اللي بتعيشي بيها وفي سرعتك وفي توقعاتك العالية من نفسك. أنا عاوزاكي تبدأي بعلاقة مختلفة مع جسمك، علاقة قائمة على إنك تسمعي نفسك مش تهمليها، إنك تحترميها مش تستغليها، علشان لما تتعلمي أو تعرفي تقرأي شروطك النفسية من بدري مش متأخر هتقدري تصححي مسارك وتعالجي نفسك بنفسك قبل ما التعب يزيد ويتراكم عليكي ويتحول الضغط المؤقت إلى انهيار مزمن. فجربي إنك تلاحظي تنفسك خلال يومك، هل هو تنفس عميق ولا سطحي ولا سريع ولا هادي، لأن طريقة تنفسك بتعكس بشكل مباشر مستوى توترك. وجربي إنك تسألي نفسك قبل النوم، هل أنا حاسة بإيه دلوقتي؟ هل أنا حاسة بالتوتر؟ هل أنا حاسة بتقولي في جسمي؟ السؤال البسيط ده ممكن يفتح لك باب إنك تفهمي نفسك بشكل أعمق في اللي بتعيشيه. أما بالنسبة للعلاقات فما تجريش بقلبك، خليني أقرب منك أكتر في النقطة دي، لأن العلاقات هي المساحة اللي بتظهر فيها اندفاعك بوضوح، وده المكان اللي بتدي فيه أكتر من اللازم بتنزلي فيه أسرع من اللازم، لأن قلبك طيب ولأنك بتحبي بصدق وعلشان خايفة تخسري حد. لو ما كنتيش دايما موجودة ومتاحة ومتفهمة ومتساهلة
كام مرة حسيتي بإحساس جواكي بيقولك إن في حاجة مش مريحة بس بتتجاهليها؟ كام مرة قلتي لنفسك يمكن أكون أنا ببالغ أو إن أنا حساسة زيادة عن اللزوم؟ يمكن كان إحساسك بيحاول إنه يحميكي. المشكلة مش في قلبك، لأ، دي ساعات بتكون في استعجالك، أو إنك بتدي الثقة في تفسير الصمت أو السكوت، أو في تبرير الأخطاء، وبناء توقعات كبيرة على مواقف صغيرة. انت لما بتتعلقي بسرعة مش بيكون علشان انت ضعيفة، لكن علشان بتبقي عايزة تحسي بالأمان في القرب، والأمان في إنك تحسي إن في حد شايفك وفاهمك وسامعك. بس للأسف القرب الحقيقي مش بيتبني على الاندفاع، لأ، ده على الوقت وعلى المواقف المتكررة، وعلى الاختيار الهادي للأفعال وللكلام، لأن الكلام سهل لكن الثبات والاستمرار هو الامتحان الحقيقي لأي علاقة. ساعات بتخافي إنك تخسري شخص معين فبتجري علشان تصلحي أي خلاف ما بينكم، وتتحملي فوق الضغط، وبتعتذري حتى لو مش غلطانة. كل ده علشان انتي بس عاوزة كل حاجة ما بينكم تكون سهلة ومستقرة، وتعيشوا ساعتين حلوين ويفضل معاكي. بس سألتي نفسك بصدق، هل هيدوم الاستقرار اللي بيتبني على تنازلات مستمرة من طرف واحد؟ هل هيدوم، ولا هيتحول مع الوقت لإحساس داخلي بالظلم والتعب؟ العلاقات الصحية بتحتاج مساحة ووقت، لأنهم بيكشفوا الطباع وبيظهروا ردود الأفعال وبيظهروا الطرف التاني لما بيتضايق ويختلف في الرأي ويواجه ويقابل ضغوط الحياة هيعمل ايه. علشان الناس مش بتبان في المواقف الجميلة واللطيفة، لأ، دي بتبان أكتر في لحظات التوتر والمشاكل وضغوط الحياة. ولما تدي العلاقة وقتها الطبيعي فانتي كده بتحمي قلبك من خيبات الأمل اللي كان ممكن تتجنبيها لو ما كنتيش استعجلتي. ما تخليش خوفك من الوحدة يخليكي تتمسكي بأي حد ممكن يهتم بيكي، وما تخليش الإعجاب أولوية يعميكي عن إشارات صغيرة ما تناسبكيش، علشان انتي تستاهلي علاقة تحسي فيها بالأمان مش بالقلق وبالطمأنينة مش بالخوف والحيرة، وبالوضوح مش بالتخمين المستمر في ايه اللي بيفكر فيه الطرف التاني. عاوزاكي تاخدي بالك من نقطة مهمة جدا: لما تختاري علاقتك على مهلك مش باستعجال فانتي كده هتكوني متبلدة المشاعر أو مش بتحسي، لأ، انتي كده هتكوني بتنظميها وبتدي لعقلك فرصة يواكب قلبك، مش بتجري ورا شعور جميل من غير ما تسألي نفسك هل هو ده الشخص المناسب لقيمي وطموحي وطريقي في الحياة، ولا أنا بس حابة الهالة وحلاوة البدايات والإحساس الجديد اللي أنا حاساه. العلاقة الناضجة مش بتخاف من الوقت وبتستعجلش بالوعود، ومش هتضغط عليكي علشان تقرري بسرعة، لأن اللي بيحبك بصدق هيحترم قرارك ومساحتك الشخصية علشان تحسي بالراحة، مش هيعتبر وضوحك حذر زيادة وخوف منه، لكن هيقدر ده وهيفهم إنه نضج وثقة بالنفس. تتعلمي إنك تراقبي أفعاله بهدوء، إنك تسمحي للأيام إنها تكشف لك اللي ما ظهرش في البداية، إنك تثقي في إحساسك لما تحسي بأي حاجة، وإنك دايما تسألي نفسك هل أنا حاسة بالراحة في العلاقة دي؟ هل أقدر أكون على طبيعتي من غير خوف من الرفض؟ لأن الحب الحقيقي مش هيخليكي تمثلي دور الحب عشان العلاقة تكمل، ولا مطلوب منك إنك تخففي من نورك علشان ما تزيش حد. خدي وقتك في قراراتك الكبيرة قبل ما تقولي موافقة. خليني أقرب منك في الجزء ده بطريقة عملية جدا، علشان حياتك في النهاية مش مجرد مشاعر وأحاسيس، لأ، دي اختيارات متتالية، وكل اختيار بيصنع طريق، وكل طريق بياخدك لنسخة مختلفة من نفسك. والسؤال هنا مش في إنك هل هتاخدي القرارات، لكن هل هتاخديها بدافع الضغط ولا بدافع الوعي. كام مرة وافقتي على إنك تقولي أو تعملي حاجة انتي مش عاوزة تعمليها لمجرد إنك ما تحرجيش حد؟ كام مرة قلتي حاضر رغم إن من جواكي مش مرتاحة؟ وكام مرة دخلتي على التزام جديد وإنتي أصلا مليانة بالالتزامات لمجرد بس إنك حسيتي إنك لو رفضتي هتتشافي أنانية أو غير متعاونة؟ المشكلة مش في طيبة قلبك بس، لأ، المشكلة كمان ساعات بتكون في استعجالك إنك تدي موافقة في حاجة انتي ما فكرتيش فيها كويس أو بعمق. القرار الناضج مش بيتاخد بس تحت ضغط اللحظة، ولا تحت تأثير العاطفة، ولا بدافع الخوف من خسارة فرصة، لكن بيتاخد بعد لحظة صدق مع النفس، لحظة بتسألي فيها نفسك أسئلة واضحة: هل ده هيناسب مرحلتي الحالية؟ هل أنا عندي طاقة ليه؟ هل يتماشى مع قيمتي وأولوياتي، ولا أنا بعمل كده علشان الكل متوقع مني كده؟ انتي مش مطالبة بالرد الفوري، ومن حقك إنك تقولي خليني أفكر، ومن حقك إنك تطلبي وقت، ومن حقك إنك تراجعي قرار لو حسيتي إنه مش هيخدمك، علشان الحياة مش في سباق مع الزمن، لكن مسار بيحتاج لوعي. وكل دقيقة بتاخديها علشان تفكري فيها شوية هتوفر عليكي شهور من الندم لما تستعجلي إنك تاخدي قرار مصيري، زي شغل جديد أو علاقة جديدة أو خطوة انتقال كبيرة. ممكن تنبهري بالبداية،
بس ممكن بعدين تكتشفي إنك ما حسبتيش كل الجوانب صح، وإنك ما سألتيش نفسك عن الأثر البعيد، وإنك ركزتي على الشعور اللحظي أكتر من الصورة الكاملة. وعلشان كده أنا عاوزاكي تتعودي على إنك تشوفي الأمور من على بعد، أو من بره الصندوق، مش من جوه العاصفة. جربي إنك تكتبي القرار اللي بتفكري فيه على ورقة، واكتبي تحتيه سبب رغبتك فيه، وبعد كده اكتبي مخاوفك منه أو إيه اللي بيخوفك، وبعد كده اكتبي أسوأ احتمال وأفضل احتمال. وساعتها هتتفاجئي إن قد إيه عقلك هيشوف الصورة بشكل أوضح لما تخرجي الأفكار من راسك قدام عينيكي، وقد إيه هيقل تأثير الاندفاع لما تلاقي كل حاجة مكتوبة بوضوح. ما تخليش الخوف من إنك تفوتي فرصة يخليكي تختاري اختيار غير مناسب، علشان الفرص اللي بتتبني على ضغط أو استعجال غالبا مش هتكون مستقرة، لكن اللي هيناسبك فعلا هيفضل موجود معاكي بطريقة ما أو بأخرى، وهيديكي مساحة للتفكير من غير تهديد أو استعجال. وافتكري إن القرار اللي هتاخديه علشان ترضي بيه الناس على حساب نفسك وراحتك هيتحول مع الوقت لعبء داخلي، علشان انت في أعماقك هتحسي إنك خنتي إحساسك الحقيقي. لكن القرار اللي هيجي من قناعة داخلية هيديكي القوة حتى لو واجهتك صعوبات بعدها، لأنك اخترتي القرار بوعي كامل. انتي امرأة ذكية، بس الذكاء الحقيقي مش هيظهر في سرعة الرد، لكن هيظهر في جودة وفي قدرتك على التمييز بين الحاجة اللي بتلمع بس، وبين الحاجة اللي بتناسبك فعلا، وفي شجاعتك في إنك تقولي لأ لما يكون الوضع مش مناسبك، وفي ثقتك بإن قيمتك مش هتتأثر برفضك لحاجة مش هتخدم حياتك. تخيلي قد إيه هيتغير إحساسك لو إن كل قرار في حياتك أصبح نتيجة تفكير هادي، مش نتيجة لضغط. وقد إيه هيقل التوتر اللي انت فيه، وقد إيه هتحسي بالثبات، وقد إيه هتحسي إنك منسجمة مع طريقك ومبسوطة بيه، علشان مش هترجعي تتقيدي بردود الأفعال، بس هتتحركي باختيار واعي مع نفسك أولا. وإزاي هتتصالحي مع أخطائك من غير أسوأ على نفسك. أنا عاوزاكي في الجزء ده تبعدي شوية عن الناس وعن العالم وعن العلاقات وعن القرارات الكبيرة، وإنك تقعدي قدام مرايتك الداخلية، مش اللي بتعكس مظهرك، لأ، اللي بتعكس طريقتك في كلامك مع نفسك. لأن العلاقة الأهم في حياتك مش في أي شخص تاني ولا مع الناس، لأ، أهم علاقة في حياتك هي مع ذاتك أو مع نفسك. والطريقة اللي بتكلمي بيها روحك في لحظات الضعف هي اللي بتبني سلامك الداخلي أو بتسرقه منك. كام مرة غلطتي في حاجة أيا كانت صغيرة أو كبيرة وبعد كده بدأتي تجلدي ذاتك من غير رحمة؟ كام مرة افتكرتي موقف قديم وقلتي أنا إزاي عملت كده، إزاي أنا ما فهمتش إني كنت ساذجة قوي كده، وكأنك بتحكمي على نسخة قديمة منك بعقلك الحالي، ونسيتي إنك في اللحظة دي كنت بتتصرفي باللي تعرفيه وقتها، مش باللي انت عارفاه دلوقتي. وبعدين انت دلوقتي مش كاملة، وعمرك ما هتكوني كاملة، وده مش عيب فيكي، لأ، لأن دي طبيعة بشرية، وإن مفيش حد كامل. بس المشكلة مش بتكون في الخطأ نفسه أو الغلط نفسه، لكن في الطريقة اللي بتعاقبي بيها نفسك، في الكلام القاسي اللي بتقوليه لنفسك من جوه داخل أو داخليا، في المقارنات اللي بتهلكي بيها روحك، وفي توقعاتك العالية اللي ما بتديكيش مساحة للغلط ولا إنك تتعلمي تدريجيا. لما بتيجي تغلطي بيكون عندك اختيارين، يا إما تخلي الغلط سجن تعيشي فيه لفترة طويلة، أو تخليه درس تطلعي منه بنسخة أنضج. والفرق بين الاختيارين هو الرحمة. أيوة، الرحمة على نفسك، إنك تقولي لنفسك أنا غلطت بس اتعلمت، بدل ما تقولي أنا فاشلة ولا أنا مستحقش. وبعدين جلد الذات مش هيخليكي أفضل، لأ، ده هيخليكي بتخافي من إنك تجربي أي حاجة، وهتكوني مترددة جدا في أي محاولة تعدي عليكي، لأنك بقيتي هشة من جواكي أو من أعماقك، وخايفة إنك تقعي تاني. وطبعا هيتبعوا قسوة قلبك وقسوتك على نفسك. لكن لما هتتصالحي مع أخطائك أو غلطاتك ووقعاتك، ده هيديكي الشجاعة في إنك تكملي وتستمري، علشان انتي عارفة انك لو وقعتي هتعرفي تقومي نفسك بلطف مش بعنف. اسألي نفسك بصدق، لو ان صاحبتك الانتيم غلطت نفس غلطك اللي بتقسي بيه على نفسك ده، هل كنتي هتعامليها بالقسوة دي كلها، ولا كنتي هتحتويها وتشرحي لها وجهة نظرك وتطمنيها ان حياتها ما خلصتش وما وقفتش على الغلط ده او على غلط واحد؟ اكيد مش هتقسي عليها قوي كده. طب ليه بقى؟ ليه بتعملي كده مع نفسك؟ ليه طالما انتي بتعملي كده مع الناس وبتتعاملي معاهم بلطف قوي كده وبتفهميهم وبتبقي رحيمة معاهم، ليه بتحرمي نفسك من الرحمة دي؟ ساعات بتفضلي شايلة ذنب قديم لسنوات طويلة، وكأنك خايفة إنك تسامحي نفسك، فبتعتبري نفسك مستهترة. بس إنك تسامحي نفسك ده مش معناه إنك بتنكري غلطك،
لكن معناه إنك معترفة بغلطتك، بس الغلط ده مش هو هويتك أو إن دي انتي، علشان انتي أكبر من تصرف واحد وأعمق من قرار غير موفق وأقوى من لحظة ضعف مريتي بيها. التصالح مع ذاتك محتاج صدق منك، وإنك تبصي في عينيكي وتقولي أنا غلطت في الموضوع ده واتعلمت من غلطتي، وإن شاء الله المرة الجاية هحاول إني مغلطش الغلط ده تاني. مش إنك تنكري أو تهربي ولا إنك تضخمي اللي حصل، علشان لما بتبالغي في ثانية ضميرك أو نفسك ده بيعمل تشوه في صورتك الداخلية، وبتخليكي تحسي طول الوقت إنك فاصلة وحاسة بنقص. أنا عاوزاكي تاخدي بالك من فكرة مهمة جدا، إنك تتغيري باستمرار وتنضجي وتتعلمي وتتبدل أولوياتك، وبالتالي مش هتحكمي على كل مراحل حياتك بنفس المعيار الثابت، لأن انتي من 5 سنين ما كنتيش نفس الشخص اللي انتي عليه دلوقتي. فليه بتصري إنك تعاقبي نفسك على ماضيك ويبقى عقلك دلوقتي؟ هقولك دلوقتي على روتين بسيط ليوم هادي وخطوات عملية علشان ترجعلك الحياة تاني في روحك. تخيلي يومك كله بيعدي من غير استعجال مستمر، تحرقي كل لحظة بالراحة من غير صوت داخلي بيضغط عليك علشان تطلعي كل حاجة مثالية أو كاملة دلوقتي وفورا. ممكن ده يحصل لما تبدأي تعملي أو تبني روتين بسيط لنفسك يصاحبك في يومك، كصديق طبيعي ليكي مش كمهمة إضافية أو عبء جديد. ودلوقتي هنتكلم عن خطوات صغيرة بس قوية هتخلي يومك هادي وسلس أكتر، خطوة خطوة ولحظة بلحظة. فانت ابدأي يومك أو صباحك بوعي، مش إنك تجري ورا مهامك أو إنك تفكري في الشغل اللي مستنيكي. أول حاجة تقعدي شوية مع نفسك بهدوء، تسمعي فيهم نفسك وتحسي بجسمك وتحسي بأصغر نسمة هواء تدخل رئتك قبل ما تفتحي تليفونك وقبل ما تطلبي من نفسك إنها تشتغل. اسمحي لنفسك إنها تتصل بذاتك وباللحظة وبالهدوء وبإنك تكوني موجودة من غير استعجال. وكل ده مش كتير عليك، بس هيكون حجر الأساس ليومك، مش بيتحكم فيه التوتر ولكن بيعدي بالراحة ولين وسهولة. وبعد كده رتبي مهام يومك بوعي، مش بكميتها ولكن بأهميتها وأولويتها. اكتبي مهام يومك كلها في ورقة واختاري منهم 3 مهام مهمة بس تنجزيهم، وتزودي على نفسك. ورتبي أولوياتك برفق مش بقسوة، وما تقعديش تملي الورقة لآخرها بمهام عليكي. لأ، هو آخرك 3 بس تختاري منهم مهامك اللي ليها أولوية والمهمة والعاجلة. ونصيحة مني، خلي المهام الصغيرة هي اللي في الأول علشان تحسي إنك خلصتي حاجات كتير بسرعة، وتحسي بالإنجاز التدريجي واحدة واحدة من غير سباق مع الوقت أو داخلة في مقارنة مع حد. وفي خلال اليوم ادي لنفسك فرصة تتنفسي فيها لفترة قصيرة، بمجرد إنك تشربي فنجان قهوة أو تتأملي بوعي كامل، وحسي بكل حاجة حواليكي زي حرارة الكوباية في إيدك وريحة القهوة وطعمها اللي بيديكي الإحساس بالراحة. لحظات قليلة لنفسك بس بتفكرك إن الحياة مش مجرد مهام بتنجزيها، ولكن تجارب بتعيشيها كل وقفة أو هدنة مهما كانت صغيرة. فهي فرصة لهدوء داخلي وسلام نفسي علشان تعيدي شحن طاقتك من جديد قبل ما تدخلي في المهمة اللي بعدها. ولو حسيتي بالسرعة أو الضغط وقفي نفسك للحظة واسأليها، هل السرعة اللي أنا فيها دي مفيدة ولا مجرد عادة قديمة؟ هل أنا اللي متحكمة في وقتي ولا هو اللي مسيطر عليا وهو اللي متحكم فيا؟ ومجرد وعيك في لحظة واحدة تقدر تغيرلك تفكيرك في حاجات كتيرة، وتخليك تحس بالسيطرة من غير ما تتسرعي، ويتحولك يومك من مجرد رص مهام ورا بعض لتجربة مدروسة كويس قوي. وفي نص اليوم خصصي وقت للحركة بالراحة، مش كتمرين تتعبي فيه جسمك أو كضغط على نفسك، لكن كأنك بتشكري جسمك على كل اللي عمله معاك، زي إنك تتمشي ببطء، تعملي تمدد، أو تتنفسي بعمق. أي حركة بتحسسك إنك موجودة وإن جسمك موجود معاك وإن روحك متماسكة. دي كلها حاجات بتخلي عندك حركة واعية، وبتحول كل لحظة انت متوترة فيها للحظة سلام. وكل استراحة صغيرة انت بتديها لنفسك بتكون كانتصار على سرعة الحياة. وهتخسري ايه لو تهدي شوية؟ تخيلي نفسك دايما في سباق مع الوقت، ومع كل ثانية تعدي ومع كل مهمة بتستنى منك إنك تنجزيها ومع كل شعور جواكي مش لاقيه له مساحة للتنفس. حياتك ساعتها هتكون شبه القطر السريع اللي مش بيقف ولا هيسمح لك بإنك تاخدي نفسك ولا هيديكي فرصة تعيشي فيها اللحظة أو تحسي باللي بيحصل حواليك. ولما ما تهديش هتخسري أكتر بكتير مما تتخيلي، وهتدفعي الثمن
وانتي مش واخدة بالك منه، وهيدخل جوه روحك وفي جسمك وفي علاقاتك وفي كل قرار هتاخديه. وأول خسارة هتقابلك هتبقى قرارات مش واضحة ليكي، وفي الغالب لما تتحركي بسرعة هتاخدي معلومات بشكل سطحي، وهتختاري اختيارات متسرعة، وهتنفذي قرارات مفكرتيش فيها كويس، كأنك بتقفلي عينيكي عن الاحتمالات ومش شايفة غير احتمال واحد، وبتختاري من غير ما تشوفي صح بالقرار الصح ليكي والمناسب معاكي. وبعد كده هتحسي بالندم والارتباك، وكأنك كنتي ضايعة في دوامة مش انتي اللي عملتيها، ولكن عجلة الحياة هي اللي دخلتك فيها، وانتي كمان اخترتي تجري وراها. وتاني خسارة وأكترها وجع وألم هو التوتر المزمن اللي بيفضل معاكي كأنه ضلك اللي ما بيفارقكيش. ولما بتخلي كل لحظة تعد، وكل مهمة مستعجلة، وكل إحساس بيطلب منك الإنجاز الفوري، بيصبح جسمك مخزن للتوتر والصداع والتعب والقلق الداخلي الدائم، وأحلام مضطربة وشعور بعدم الراحة حتى في أبسط الأمور. الاستعجال بيسرق منك هدوءك وبيحوله كل يوم لسلسلة من المعارك الصغيرة، فساعتها بتحسي إن مفيش وقت للراحة ولا إنك حتى تضحكي الضحكة اللي من القلب أو إنك تستمتعي باللحظة. أما بقى الخسارة التانية هي العلاقات المضطربة أو المتوترة، لما تتعاملي مع الناس بسرعة وقتها بتحكمي على المواقف قبل ما تفهميها، وساعات بتتصرفي بردود أفعال سريعة أو متوترة أو دفاعية، والسرعة دي بتخليكي تفقدي قدرتك على إنك تسمعي وتفهمي نوايا الناس الحقيقية، وإنك تديهم وقتهم إنهم يعبروا فيه عن نفسهم. وبكده يتحول تواصلك مع الناس لمجرد كلام سطحي، وعلاقات كانت ممكن إنها تستمر وتزدهر هي بس اتحولت لصمت أو سوء فهم أو إحباط متكرر. تالت خسارة هتقابليها وهي أخطرهم على المدى البعيد، وهي إنك تفقدي الاتصال بنفسك وبقيمتك الداخلية لما تجري من غير ما تقفي وما تديش لنفسك فرصة لسؤال: هو أنا إيه اللي أنا عاوزة فعلا؟ إيه الحاجة اللي بتهمني؟ إيه الحاجة اللي بتحسسني بالسلام الداخلي؟ السرعة بتبعدك عن وعيك بذاتك، وبتحول حياتك لسلسلة ردود أفعال خارجية، فساعتها بتاخدي قراراتك علشان تلبي طلبات الآخرين أو تواجهي ضغوط العالم بدل ما انتي اللي تصنعيها بالمناسب ليكي ولقلبك وروحك ووعيك. وهنا بعد فترة هتحسي إن حياتك مش ملكك، وإن يومك كله بيعدي من غير ما تعرفي انتي بتحسي بإيه أو اتعلمتي إيه أو إيه اللي حبيتيه فعلا في يومك. وأخيرا وهي خسارة جوهرية بس تبان خفيفة، وهي إنك تفقدي قدرتك على إنك تستمتعي بالتفاصيل البسيطة واللحظات الصغيرة. ولما تستعجلي هتصبح كل لحظة مجرد وسيلة تخلصي بيها يومك أو توصلي فيها لهدوءك، وتنسي إن الحياة مش عبارة عن إنجازات بس، ولكن من تفاصيلها الصغيرة: ضحكة صادقة أو كوباية شاي سخن أو نسمة هوا تعدي على وشك أو لحظة صمت مع نفسك. وهي دي اللحظات اللي بتفقدي معناها لما تجري وتختفي من حياتك، كأن السرعة دي أكلت كل حاجة جميلة احنا المفروض نحسها، وتملى روحنا بالسلام، وتكون حياة أكتر بساطة وأكتر عمق. تخيلي نفسك دلوقتي بعد ما عدينا مع بعض بكل المحطات دي، وبعد ما وقفتي وبعد ما تنفستي وبعد ما لاحظتي إن جسمك وروحك وأفكارك وصالحتي ذاتك مع أخطائها، بعد ما اتعلمتي إزاي تدي لنفسك لحظات هدوء لنفسك في يومك. تخيلي ساعتها حياتك هتبقى إزاي لما تتحول السرعة لاختيار واعي بدل ما تكون عادة مدمرة، لما يصبح الاندفاع للحظة صمت، ومن الحضور للوعي لما يصبح كل يوم فرصة علشان تجربي فيها كل يوم بعمق وببساطة من غير استعجال. الحياة البسيطة مش فاضية ولا فارغة أو محددة، لأ، دي حياة بتتخلص من الأشياء اللي مش محتاجاها، وبتتخلص من كل الدوشة الداخلية والخارجية، ومن كل الضغوط اللي بتيجي فيها على نفسها علشان تكون نسخة مثالية. وهي حياة بتعرفي فيها أولوياتك، وتملكي القدرة على إنك تتخلصي من اللي بيشتت قلبك وروحك، وبتفتحي الباب لكل حاجة بتديكي راحة حقيقية، وكل حاجة بتغذي وجودك وروحك بسلام ورضا. ولما بتهدى روحك بتدركي إن البساطة مش حرمان، لأ، ده اختيار حكيم بيديكي مساحة للفرح وللحب وللتأمل وللنمو الداخلي، وكل حاجة بتصبح أوضح وأعمق وأكتر معنى. وفي الحياة الجديدة دي ساعتها مش هتغرقي في مضيقك ولا هتكوني عاوزة تجري للمستقبل، بس هتكوني عاوزة تعيشي اللحظة اللي انت فيها دلوقتي. وكل تجربة مهما كانت صغيرة أو بسيطة هتكون بتحمل قيمة مش بتتقاس بسرعتها أو بمدى إنتاجيتها، ولكن بالوعي والإحساس الحقيقي. فأنا بديك نصيحة من أختك:
عيشي كل حاجة حواليكي حتى لو كانت بسيطة جدا، وبألوان الصبح الجميلة، وبضحكة صادقة، بنسيم خفيف بيلمس وشك، وبكوباية شاي دافية، وبلمسة صغيرة على إيد ناس بتحبيهم. ساعتها هتكون هي دي تفاصيل حياتك اللي كانت غايبة عنك لما كنت بتجري ورا نفسك ومش بتوقفي، وهي دي اللحظات السعيدة اللي هتصنع السلام الداخلي الحميم مع نفسك والرضا العميق والتأمل. البساطة هي اللي بتديكي قدرتك على إنك تهدي وتتمهلي، وبتديكي الوعي. ولما بتدمجي الاتنين مع بعض بيصبح كل يوم تجربة كاملة، وكل قرار بيبقى مدروس، وكل علاقة بتبقى أعمق، وكل شعور بيبقى محسوس. وساعتها مش هتكوني محتاجة إنك تكملي كل حاجة في وقت محدد، ولا هتحتاجي إنك تكون كل حاجة مثالية، ولا هتحتاجي إنك دايما تثبتي نفسك للعالم. وساعتها هيكفيكي إنك تثبتي نفسك لنفسك، وإنك تكوني حاضرة وواعية ومتصالحة مع نفسك وقادرة على تقدير نفسك بعمق. وساعتها هنا هتكمن قوتك الحقيقية للهدوء والتمهل، مش في بطئك في حد ذاته، ولكن في اللي هتاخديه بوعي وحرية، قدرتك على استعادة نفسك، أو إن روحك رجعت لك تاني. وكل يوم هتعيشي حياتك زي ما انتي عاوزاها، مش اللي بيفرضوا عليها التوتر أو الاستعجال أو توقعات الناس فيكي. لما تبدأي تصاحبي نفسك وروحك حاضرة مع كل لحظة، ساعتها هتلاقي إن البساطة مش فراغ ولكن عمق، وإن الهدوء والتمهل مش ضياع للوقت، لأ ده اكتشاف لحياتك الحقيقية اللي مليانة بالسلام والحب والوعي والقوة والهدوء، واللي مش محتاجة سرعة، وإنها تثبت وجودها من دلوقتي. كل يوم هتختاري فيه الهدوء والتمهل، وكل مرة هتسمحي لنفسك بإنك توقفي، وكل مرة هتسمحي بروحك بالاحتواء والراحة. ساعتها هتضيفي في حياتك قطع من السلام الداخلي والسلام في حياتك، وهتبني حياة بسيطة أكتر وأكتر عمق وأكتر انسجام مع نفسك ومع العالم من حواليكي. ودي مش نظرية، لأ دي ممارسة خطوات يومية، لحظة بعد لحظة، بتنقلك من مجرد إنك عايشة بالسلام لإنك تعيشي حياتك بالكامل وبسعادة وبحب وبفرح، ومليان بالألوان والراحة، ومن الاستعجال للوعي، ومن الدوشة الداخلية للهدوء اللي بيطلع من قلبك وروحك. ودلوقتي هندخل على الجزء التاني من الفيديو، وفيه هنوضح فكرة الجزء الأول، وكمان هنقول ازاي تكوني سعيدة. لو وصلت لحد هنا متنسيش تعملي لايك واشتراك في القناة لو عجبك المحتوى. أأكد لك، إذا خليتي نفسك أولوية فانتي هتكوني سعيدة. افهمي إن سعادتك مسؤوليتك انتي، وفي أوقات كتير بنربط سعادتنا بأشخاص أو بظروف خارجية. يعني مثلا بننتظر التقدير من الآخرين، زي رضا المدير عني بيخليني سعيدة، ورضا الشريك عني بيحسسني بقيمتي. لكن افصلي وحاولي تدركي إن سعادتك مش بتبدأ من اللي حواليك، سعادتك بتبدأ من سعادتك الداخلية بنفسك، وإنك تجعلي نفسك أولوية على كل شيء. يعني مثلا إذا انتي بتستني الآخرين يقدمولك اهتمام، ابدأي بنفسك انتي. اشتري لنفسك هدية مثلا، وخصصي وقت تمارسي فيه نشاط معين، حاجة انتي بتحبيها. خدي استراحة بدون ما تحسي بالذنب، بدون ما تفكري أنا ورايا ورايا ورايا، بدون ما تشغلي دماغك. ولو استراحة بسيطة، ادي لنفسك الأولوية في كل حاجة. تخلصي من عقلية التضحية المستمرة للناس، بلاش تيجي على حساب نفسك علشان ترضي غيرك. كتير من الناس حوالينا بيقدموا تضحيات مستمرة وبيفكروا إن ده دليل على الحب والالتزام، ولكن إذا انتي دايما اتعودتي تدي وتضحي على حساب وقتك وطاقتك ومجهودك في العلاقة، فانتي هتحسي في الآخر بالإرهاق، وهتحسي بالاستنزاف، وتوازن طاقة الأنوثة عندك هيقل. إذا كنتي انتي دايما الشخص اللي بيدي وبيهتم وبيسأل. هديكي مثال، إذا لقيتي نفسك انتي اللي دايما بتلبي احتياجات الناس على حساب نفسك، جربي تخصصي وقت تهتمي فيه بنفسك، وإنك تعيشي فيه لنفسك انتي. إنك تصحي من النوم، تصلي، تقعدي مع نفسك وقت هادي تفكري في ازاي تسعدي نفسك بجد. ممكن تسعدي نفسك بمجرد إنك تقعدي تصلي بكوباية قهوة تسعدي نفسك. ما تستنيش إن سعادتك تيجي من الناس اللي حواليك، أو ما تستنيش إن سعادتك تيجي من شخص معين يكلمك أو يبعتلك رسالة. بلاش تربطي سعادتك بأي شخص، لأن الأشخاص مش دايما في حياتنا، والقلوب متقلبة، فوارد جدا إن أي شخص مشاعره تتغير. والحكمة بتقول لا يمكن سكب الماء من كوب فارغ،
لو ما اهتمتيش بنفسك أولا مش هتقدري تدي حاجة لحد أو تحققي أحلامك. هنتكلم عن 6 أنواع للاهتمام بالنفس هتغير حياتك بالكامل لو التزمت بيها. مش هقولك الأنواع دي بشكل نظري، لأ، أنا هقولك عليها بواقعية ومن واقع التجربة، وهشارك معاكي ازاي تطبقي الأنواع دي في حياتك اليومية خطوة بخطوة عشان تحسي بالفرق الحقيقي في حياتك. يلا بينا نبدأ. أولا الاهتمام الجسدي. أول حاجة لازم تهتمي بيها هو جسمك، لأن جسمك هو مركبتك في الحياة. محدش بيطلب منك إنك تكوني رياضية محترفة، لكن جسمك بيحتاج لعناية أساسية عشان تديك الطاقة اللي تحتاجيها. وليه ده مهم؟ لأن صحتك الجسدية هي اللي بتحدد مدى قدرتك على الاستمتاع بالحياة. لو كنت دايما حاسة بالإرهاق فمن المستحيل إنك تحققي كل حاجة انت نفسك فيها. طيب ازاي هتعتني بجسمك؟ أول حاجة إنك تاخدي كفايتك من النوم، إنك تحاولي تنامي ما بين 7 ل9 ساعات يوميا. فلو نمتي نوم متقطع وبأرق ده بيضعف المناعة، بيقلل تركيزك، وبيأثر سلبيا على مزاجك. تاني حاجة التغذية الصحية، إنك تاكلي أكل صحي من البيت غني بالعناصر الغذائية، وقللتي من الأطعمة المصنعة زي البيتزا والبرجر والفرايد تشيكن وكده، ومعاهم السكريات. ثالثا الحركة اليومية، زي إنك مثلا تتمشي لمدة نص ساعة يوميا، ده في حد ذاته هيعمل فرق كبير قوي في صحتك وجسمك وطاقتك ونفسيتك. رابع حاجة اهتم بنظافتك الشخصية واهتم ببشرتك، زي مثلا إنك تعملي مساج بين الفترة والتانية، واهتم بجسمك كأنك بتهتم بأي حاجة قيمة في حياتك. تاني حاجة هتكلم عنها هو الاهتمام العقلي. عقلك هو المحرك الأساسي لحياتك، فلو ما اشتغلتيش على إنك دايما تطوريه هتفضلي متعلقة في نفس المستوى وواقفة في مكانك. طب سؤال، ازاي تهتمي بعقلك؟ إنك تفضلي تتعلمي طول الوقت، وإنك تخصصي كل يوم وقت معين تقرأي فيه كتاب، أو إنك تقعدي تسمعي بودكاست، أو إنك تتفرجي على فيديو تعليمي في أي مجال وتتعلمي منه. بعد كده التفكير العميق، خصصي وقت لنفسك في الأسبوع إنك تفكري في حياتك وتراجعي قراراتك وتحددي إيه اللي تقدري تحسنيه في حياتك وفي نفسك. بعد كده إنك تديري توترك، ما تسيبيش نفسك فريسة للأفكار السلبية. ممارسة التأمل واليوجا، أو حتى إنك ممكن تدوري أفكارك علشان تقدري تحلليها بشكل منطقي. بعد كده إنك تتعلمي تتحدي نفسك، أو إنك انت تتعلمي لغة جديدة أو تجربي حاجة أو هواية انت معملتهاش قبل كده أو مش واخدة عليها، واجبري نفسك إنك تخرجي من منطقة الراحة. تالت حاجة الاهتمام العاطفي. مشاعرك هي البوصلة اللي بتوجهك وبتاخدك في حياتك لحتة تانية خالص، ولو ما اهتمتيش بيها هتلاقي نفسك غرقانة في مشاعرك السلبية من غير وعي. طب ازاي تقدري تهتمي بمشاعرك؟ اول حاجة انك تعبري عن مشاعرك بشكل وبطريقة صحية وما تكبتهاش، زي مثلا انك تكتبي مشاعرك او اللي انت حاسة بيه في ورقة، او انك ترسمي، او انك تغني، او حتى تلعبي رياضة. بعد كده انك تتواصلي مع الناس، ولازم ما تفضليش منعزلة في البيت، وتكلمي مع القريبين منك واللي بتقدري تثقي فيهم، واطلبي منهم انهم يدعموكي ويساعدوكي لما تحتاجي لده او في وقت تعبك مثلا. بعد كده إنك تتحكمي في غضبك وتوترك، حاولي تمارسي وتتعلمي تقنيات التنفس العميق، أو إنك تتأملي أو تعملي أي نشاط يساعدك إنك تهدي مشاعرك. بعد كده إنك تحبي نفسك، إنك ما تكونيش قاسية على نفسك وتسامحيها، وسامحيها على الأخطاء والغلطات اللي عملتها في الماضي، وخليكي لطيفة وحنينة عليها وافهميها زي ما بتعملي كده مع الناس. رابعا الاهتمام الروحي، بغض النظر عن قناعاتك بس الجانب الروحي في حياتنا مهم جدا جدا. طب سؤال، ازاي تهتمي بالجانب الروحي في حياتك؟ واحد التأمل والهدوء الذهني، خصصي وقت خلال يومك انك تقعدي فيه بهدوء وتسمعي لصوتك الداخلي. اتنين دوري عن ايه المعنى لحياتك، وانت عايشة هنا في حياتك دي ليه، وعلشان تعملي فيها ايه، وايه الحاجة اللي تخليكي تقومي من نومك علشان تجري عليها وتعمليها بحب وحماس وشغف، وايه الحاجة اللي بتحبيها، وايه اللي بتديكي المعنى لحياتك وقيمة. 3 انك تمارسي الامتنان، انك كل يوم تفكري في الحاجات اللي ربنا انعم عليكي بيها انها موجودة في حياتك، زي مثلا النفس اللي بنتنفسه،
وعينينا وإيدينا ورجلينا وكل حاجة ربنا خلقنا بيها، وإنك تشكري ربنا على وجود باباك ومامتك وإخواتك وأهلك وأصحابك وكمان شغلك وكل حاجة حواليك، ودونيها مثلا أو اكتبيها في أجندتك عشان تفتكريها على طول وتحسي دايما إن ربنا يعني دايما بيعم علينا بالنعم. 4، إنك تقضي الوقت في الطبيعة، وإنك لما تربطي نفسك مثلا إنك تروحي تزوري أماكن طبيعية ده بيديكي إحساس بالسلام الداخلي والراحة. 5، الاهتمام الاجتماعي، علاقاتك مع الناس بتأثر عليكي بشكل كبير جدا وعلى سعادتك وراحتك النفسية. طب السؤال هنا إزاي تهتمي بعلاقاتك؟ إنك ترجعي تكلمي صحابك وأهلك، ومش لازم يكون في مناسبة علشان تقدري تكلميهم، ابعتي لهم رسالة وقولي لهم مثلا يلا ننزل نتقابل، وخليكي دايما موجودة في حياة الناس اللي بتحبيهم، ودايما استثمري في علاقاتك الصحية، وما تضيعيش وقتك مع ناس بتستنزف طاقتك. دوري على ناس اللي بتدعمك وبتشجعك، وانتي كمان قدمي لهم الدعم، وخليكي دايما سبب انك تسعدي وتفرحي الناس اللي حواليك، وانك تساعدي اللي محتاج مساعدتك. وتعلمي مهارات التواصل وطوري من اسلوبك في الكلام، وتعلمي انك تسمعي اكتر ما تتكلمي، وخليكي متفهمة لمشاعر الناس وانك تفهميهم من غير ما تحكمي عليهم. 6، الاهتمام المهني والمالي، شغلك وحالتك المالية أو المادية بتلعب دور مهم ورئيسي في حالتك وإحساسك بالاستقرار. والسؤال هنا إزاي تهتمي بجانبك المادي والمالي أو المهني؟ إنك تطوري نفسك مهنيا وما تفضليش في نفس مكانك لسنوات كتيرة من غير ما تقدمي خطوة، ودايما اتعلمي مهارات جديدة، وتسعي إنك تترقي في شغلك، ومش لازم يكون شغل ثابت، ممكن يكون مشروع خاص بيكي، وإنك تديري فلوسك بذكاء، وحطي ميزانية شهرية وقللي من مصاريفك اللي ملهاش لازمة، وابدأي إنك تحوشي جزء من فلوسك والجزء التاني تستثمري فيه فلوسك، زي مثلا إنك تشتري ذهب أهو يبقى زينة وخزينة، وإنك تخططي لمستقبلك وما تعتمديش على دلوقتي بس، فكري في حياتك على المدى البعيد، فكري في انت عاوزة تحققي ايه خلال 5 سنين، وخلقي التوازن بين شغلك وبين حياتك، وما تخليش شغلك ياخد ويستهلك كل وقتك، وخصصي وقت لحياتك الشخصية وهواياتك، وإنك تهتمي بنفسك دي مش رفاهية، دي ضرورة ومهمة كمان. وأخيرا لما تهتمي بالجوانب ال6 دول هتبقي أقوى وأكتر توازن ومتزنة أكتر، وهتبقي قادرة إنك تحققي كل أهدافك، بس ما تبدأيش بكل حاجة مرة واحدة، لأ خدي خطوة خطوة صغيرة في يومك واستمري عليها، وكده كده حياتك تستحقي إنك تهتمي بيها. وما تنسيش إن رحلتك في الاهتمام بنفسك مش سباق مع حد، لأ دي استثمار مستمر في أغلى ما تملكي، والتغيير الحقيقي ما بيحصلش بين يوم وليلة، بس هيبدأ بقرار واحد منك لما تختاري نفسك كل يوم. وما تنسيش تقولي لي تحت في التعليقات ايه أول جانب هتحسني النهاردة. ولو انت عاوزاني أقولك على أهم حاجة قبل كل الكلام اللي قلته في الفيديو ده، هو إنك أكبر غلطة ممكن تعمليها في حق نفسك هي إنك تحكي للناس انت ناوية تعملي ايه، لان مش كل اللي حواليكي عاوزينك تنجحي، وفي ناس اول ما بتشوفك بتتغيري للأحسن بتبدأ تقلق. علشان كده لو عاوزة تبقي نسخة تانية خالص من نفسك لازم تتعلمي أهم مهارة في الرحلة دي، وهي إنك تخفي نجاحك بذكاء وتشتغلي على نفسك بصمت، لأن مش كل نجاح لازم يتشاف، ومش كل خطوة لازم تتحكي، وفي ناس أول ما تعرف إنك بتتطوري بتبدأ تحطك تحت ضغط أو تحبطك أو حتى تحسدك، وعلشان كده في نوع تاني من الذكاء ناس قليلة بس هي اللي بتفهمه، إنك تنجحي من غير ما حد يحس. ودلوقتي أنا هقولك إزاي تشتغلي على نفسك في صمت، وإزاي تخفي نجاحك بذكاء لحد ما توصلي لمرحلة الأمان اللي بعديها تقدري تحكي رحلتك وانتي مطمنة. وهنا انتي ممكن تسأليني سؤال مهم جدا: ليه لازم تخفي نجاحك؟ لأن مش كل الناس نيتها صافية، وفي ناس بتتوتر جدا لما بتشوفك بتتغيري، وفي ناس بتحب تشوفك زي ما بتتقدميش، وكمان الضغط بيزيد لما الناس بتراقبك. مش كل حاجة حلوة في حياتك لازم تبان علشان تفضل حلوة، وهنا كلنا محتاجين نعرف ازاي نقدر نخفي نجاحاتنا بذكاء مش بالكذب. أول حاجة إنك تعيشي عادي جدا قدام الناس، وتاني حاجة إنك ما تبالغيش في إظهار التغيير للي حواليكي، وتالت حاجة إنك ما تستعرضيش إنجازاتك، ورابع حاجة إنك تخلي كلامك قليل وأفعالك كتير. الناس بتحب اللي يبان عادي قدامها، وبتتوتر جدا من الشخص اللي بتحس إنه بيتغير وبيتطور فجأة وهما بيبقوا واقفين مكانهم، ومش كل اللي حوالينا بيكونوا سويين نفسيا عشان يقدروا يتقبلوا ده. ودلوقتي هقولك على ردود ذكية جدا للناس الفضوليين في حياتنا. لما حد يقولك انت بتعملي ايه اليومين دول،
قولي ولا حاجة، الحمد لله باحاول أضبط يومي. ولما مثلا حد يسألك ويقولك عملتي ايه في يومك النهاردة، تقولي الحمد لله، بحاول أعمل اللي عليا علشان اليوم يعدي بسلام، من غير تفاصيل، من غير شرح، من غير أصلك أنا النهاردة بدأت آكل أكل صحي، أصل أنا النهاردة بدأت أتعلم مهارة جديدة، أصل أنا قررت إن أطور من نفسي وأبقى نسخة أفضل. كل التفاصيل دي مش لازم حد يعرفها عنك، المهم إن انتي تبقي عارفاها وتبقي بتعملي اللي يساعدك علشان توصلي لهدفك. وهنا أنا عاوزة أقولك على شوية حاجات ما تقوليش عنها لحد خالص. اعملي قائمة بالحاجات دي. أولا أهدافك الكبيرة اللي نفسك توصلها. اتنين دخلك وفلوسك. تلاتة خططك الجاية اللي ناوية تعمليها. أربعة علاقاتك الجديدة أو الحاجات الجديدة اللي دخلت حياتك. خمسة أي نجاح لسه في بدايته ولسه بتخطي في الخطوات الأولى. أي حاجة لسه بتكبر سيبيها بعيد عن عيون الناس شوية لحد ما تبقي واقفة على أرض ثابتة، وبعد كده ابقي اتكلمي زي ما انت عاوزة. في ناس كتيرة بتحب تبين إنها بتتطور وبتحب تبين إنها ناجحة، لكن للأسف ما بتعرفش إن ده فخ كبير جدا بيسحبها لتحت وبيوقف إنجازاتها وبيقلل من حماسها. سيبيهم فاكرين إنك عادية، سيبيهم شايفينك إنك ما تقدريش توصلي لحاجة، وفي نفس الوقت انت بتكبري بينك وبين نفسك وبتتطوري من غير ما حد يعرف، وبتبني حياة مختلفة خالص في صمت محدش يعرف عنها حاجة. ولما الحقيقة دي تبان للناس هتبان مرة واحدة وبقوة، ساعتها مش هيكون في حد يحبطك ولا في حد يقولك مش هتعرفي تعملي دي أو مش هتعرفي توصلي لدي أو يبصلك بصة تقلل من ثقتك في نفسك. في ناس فاكرة إن الصمت ضعف، لكن الحقيقة إن الصمت ده بيساوي تركيز وبيساوي طاقة محفوظة مش مهدورة، وبيساوي تقدم حقيقي. كل ما بتتكلمي عن خطتك بتفقدي جزء من حماسك. ليه؟ لأن مخك بيحس إنك بذلتي مجهود وفي الحقيقة لسه ما عملتيش حاجة. لكن لما تسكتي كل الطاقة دي بتتحول لإنجاز بيصب في هدفك اللي انت بتسهله إنك توصلي له. طيب دلوقتي انت محتاجة تعرفي تشتغلي على نفسك في صمت ازاي أو تبدأي منين. رقم واحد حددي انت عاوزة ايه، مش الناس ومش صحابك ومش أهلك. انت من جواكي عايزة ايه؟ عايزة تبقي ناجحة ماديا، ولا عايزة تبقي واثقة في نفسك، ولا عايزة تبقي تبني مشروعك اللي يحسن دخلك؟ اكتبي 3 أهداف بس يكونوا واضحين، واختاري واحد منهم بس واشتغلي عليه، ولما توصلي فيه للنتيجة اللي انتي راضية عنها ابدأي في اللي بعده واللي بعده. تاني حاجة ابني مهارات، ودي أساس كل حاجة. اسمعي الجملة دي كويس، مفيش فلوس من غير مهارة. ابدأي انك تتعلمي اي حاجة انت حابة تتعلميها. في حاجات كتير ومهارات كتير ممكن تتعلميها من على اليوتيوب فقط. ولو سألتيني طب انا مش عارفة اتعلم ايه، هغششك حاجة بسيطة تكون مبدأ ليكي، والحاجة دي هي انك تتعلمي المهارة اللي انت بتحبيها، المهارة اللي لو شفتي فيديوهات ليها ما بتمليش وبيبقى عندك فضول تعرفي الشخص اللي بيعملها ازاي، أو نفسك بالفعل إنك تكوني متقناها. عايزة أقولك إن المهارة دي هي اللي هتنجحي فيها، لإنك هتحسي بمتعة وانتي بتعمليها ومش هتملي أبدا مهما كان المجهود والوقت بتاعها كبير. وصدقيني أي حد في الدنيا متعلم أي مهارة انتي تقدري تتعلميها بكل سهولة، لأن هو الشخص ربنا خلقه بعقل وبيفهم، وانتي كمان ربنا يخلقك بعقل وبتفهمي. ممكن يكون في فروق فردية بينا وبين بعض، في حد ممكن يستوعب الحاجة في يوم، وفي حد ممكن يستوعب الحاجة في يومين، وفي حد ممكن يستوعب الحاجة في أسبوع. ولكن في النهاية النتيجة بتكون إن انتي في الآخر اللي استوعبتيها. فما تستصعبيش أي مهارة مهما كانت هي ايه. إنك تتعلميها ممكن تاخدي وقت أطول فيها، ولكن في النهاية بإذن الله هتوصلي لها وهتتعلميها. طيب في نقطة مهمة جدا حابة أتكلم فيها معاكي، إزاي نتجاهل كلام الناس السلبي. هتلاقي ناس كتيرة بتقلل منك، وناس بتحبطك، وناس بتسألك أسئلة مستفزة، وناس بتقولك يعني انت هتستفيدي ايه من كل اللي انت بتعمليه ده. اعرفي ان ده طبيعي جدا، وعلشان كل الحاجات اللي انا بقولك عليها دي تخفي نجاحك بذكاء وتشتغلي على نفسك بصمت. ولكن ممكن يكون في دايرة حوالينا غصب عننا، ممكن يشوفونا واحنا بنتعلم كورسات، ممكن يشوفونا واحنا بننزل نعمل أي حاجة تخدم الهدف اللي احنا بنشتغل علشانه. فغصب عننا ممكن يتواجد في حياتنا واحد أو اتنين من الأشخاص دي. ساعتها بقى تعملي ايه؟
ما تشرحيش كتير وما تدافعيش كمان عن حلمك ولا عن هدفك قدامهم، وما تدخليش معاهم في نقاش ولا جدال. هتقولي لهم الجملة دي وبس: إن شاء الله اللي جاي خير وربنا ما بيضيعش تعب حد. الجملة دي كفيلة إنها تسكت أي حد. طيب، إزاي بقى هتخفي نجاحك بذكاء؟ مش كل حاجة لازم تتقال. ما تشاركيش كل خطواتك وما تقوليش كل اللي انتي بتعمليه. خلي في حاجات محدش يعرفها غيرك انتي وبس. الناس الفضولية هتفضل تسأل: انتي بتعملي ايه وبتعملي ازاي وامتى ابتسمتي؟ قولي: ولا حاجة، بحاول اطور من نفسي وبس. ودلوقتي وقت تعالي اقولك على روتين يومي يخليكي تتطوري بجد. لو عاوزة نتيجة يبقى لازم التزام. كل يوم ساعة واحدة هتتعلمي فيها المهارة اللي انتي اخترتيها، وكل يوم ساعة شغل على نفسك أو على مشروعك. وتقللي وقت السوشيال ميديا على قد ما تقدري. انتي لو تعرفي انتي بتقعدي قد ايه على السوشيال ميديا، والوقت اللي انتي بتقعدي على السوشيال ميديا ده كفيل ان هو يحققلك اكبر هدف من اهدافك. هتندمي كل دقيقة ان انتي ضيعتيها فين. هتقولي: طب ما انتي على مواقع السوشيال ميديا وبنتفرج عليكي. اولا الفيديو بتاعي مش هياخد ربع ساعة، بس ربع ساعة بحاول افيدك فيها على قد ما اقدر، وبحاول اشجعك انك تبقي احسن وافضل. يعني ما بتضيعيش وقتك ولا حاجة. ودلوقتي أنا عايزة أقولك إن النجاح الحقيقي مش دايما تباني قدام الناس ناجحة. النجاح الحقيقي إنك تبقي بتتغيري بجد من جواكي، وفي يوم من غير ما تتكلمي هتلاقي الناس كلها لاحظت إنك بقيتي شخص تاني. يعني بكل بساطة سيبيهم يتكلموا، سيبيهم يشكوا فيكي وفي قدراتك، سيبيهم يضحكوا عليكي زي ما هم عايزين، لكن في نفس الوقت انت بتشتغلي وبتطوري وبتتعلمي وبتكبري من غير ما تحكي لحد. ولما توصلي مش هتحتاجي تقولي حاجة، نجاحك بس هو اللي هيتكلم عنك. ولو انت عملتي كل الكلام اللي انا قلتلك عليه ده، ساعتها هتكوني واحدة قوية وناجحة وراقية. وفي وسط العالم السريع ده والمليان بالدوشة، ساعتها هتكوني من نوع الستات اللي بتلفت الانتباه بهدوء من غير ما تحاول تتصنع. ولو جيتي تدخلي في أي مكان الكل هيحس بحضورك، مش علشان صوتك عالي، لأ، علشان شخصية مختلفة وجواكي طاقة راقية وهدوء داخلي وثقة مش محتاج الإثبات. وعلى فكرة الكلام ده هي مش بتتولد بيه ولا حتى بيجي بالصدفة، لأ، ده انتي بتصنعي نفسك بنفسك كل يوم من خلال العادات البسيطة اللي قلناها قبل كده، وبيكون تأثيرها عميق جدا. ودلوقتي احنا هنتكلم عن 5 عادات بتعملها الست أو الأنثى الناجحة والراقية، واللي هتخليكي مميزة وجذابة ومحدش يقدر يتجاهلك. أول حاجة بتعملها الأنثى الراقية يوميا وهي إنها بتبدأ يومها بوعي وهدوء زي ما قلنا قبل كده. ولما بتقوم مش بتقوم بسرعة وبتجري ورا نفسها، لأ، دي بتدي لنفسها وقت بسيط تقعد فيه شوية مع ذاتها، سواء إنها تعمل تنفس عميق أو تشرب كوباية مية بهدوء أو حتى تفكر في حاجات إيجابية تعملها في يومها. والبداية الهادية دي هي اللي بتعكس على باقي يومها وبتخلي طاقتها متوازنة أكتر. الأنثى الراقية هي اللي بتفهم إن الصبح مش بس بداية يوم جديد، لأ، هي عارفة كمان إن هو فرصة جديدة علشان تعيد فيه ضبط مشاعرها وأفكارها. تاني حاجة إنها بتهتم بنفسها بجد، مش بس بجمالها الخارجي أو بشكلها من بره، لأ، وكمان بتهتم بجمالها الداخلي. وأصلا هي لما بتهتم بجسمها فهي بتهتم بيه علشان هي بتحبه، مش بتهتم بيه علشان كلام الناس وترضيهم. وكمان بتهتم بصحتها وبتختار أكلها بوعي وبتحاول تدي لنفسها الراحة لما بتحتاج لها. وفي نفس الوقت بتهتم بعقلها وروحها، تقرأ وتتعلم وتدور على نموها العقلي والروحي. وهو ده بصراحة الاهتمام الصادق بالنفس، وهو ده اللي بيخلق إشراق وتوازن داخلي للأنثى. وكمان بيظهر في كل تفاصيلها سواء في كلامها أو حتى في سكوتها. تالت حاجة هو إنها بتحترم نفسها وبتحط حدود واضحة، وإنها ما بتسمحش لأي شخص إنه يقلل من قيمتها، ولا بتقبل العلاقات اللي بتستنزف طاقتها. وبتبقى عارفة إمتى تقول لأ من غير ما تحس بالذنب، علشان هي عارفة إن احترام الذات بيبدأ من جواها. وإنها لما بتحط الحدود دي مش قسوة، لكن هي بتعبر عن وعيها بنفسها وقيمتها. ولما الناس بيشوفوا ده بيبتدوا يتعاملوا معاها بوضوح وبيبتدوا يتعاملوا معاها باحترام أكتر.
رابع حاجة هو إنها بتتكلم بلطف وتتصرف بهدوء، وأسلوبها في الكلام مش حاد ولا بقلة ذوق، لأ، دي بتتكلم بهدوء ووضوح، وبتختار كلامها بعناية، ومش بتدخل في جدالات ولا حوارات مش مفيدة بالنسبة لها، لأنها عارفة القوة الحقيقية مش برفع صوتها لكن في قدرتها على التحكم في نفسها حتى في أصعب المواقف، وبتحافظ على هدوءها، وده اللي بيخلي حضورها قوي ومؤثر، والناس بيحسوا بالراحة والانسجام لما بيتكلموا معاها علشان طاقتها مريحة ومتزنة. الحاجة الخامسة والأخيرة وهي إنها بتعيش حياتها بشغف واهتمام، وإن الأنثى الراقية مش بتستنى إن حد يديها معنى لحياتها، لأ، هي اللي بتصنع وبتعمل معنى لحياتها بنفسها، وعندها اهتماماتها وهواياتها وأهداف بتسعى لتحقيقها، وممكن تبان إنها حاجات بسيطة، بس دي الحاجات اللي بتديها إحساس بالحياة وشغف، وده اللي بيخليها مبسوطة ومشرقة على الحياة وجذابة علشان طاقتها مليانة بالحيوية والحب للحياة. ولما بتكون الأنثى مشغولة ببناء نفسها، حياتها بتبقى تلقائيا جذابة من غير ما تحاول. وفي النهاية، الرقي مش بيعني الكمال ولا يعني إنك تكوني مثالية طول الوقت، لكن بيعني إنك تكوني واعية بنفسك وبتحترميها وبتشتغلي كل يوم على نفسك علشان تكوني نسخة أحسن من نفسك. والعادات الخمسة دول مش صعبين، بس بيحتاجوا الاستمرارية وصدق مع نفسك، ومع الوقت هتلاحظي انت ازاي اتغيرتي واتغيرت طاقتك كده، وازاي الناس هتبتدي تشوفك او تبصلك بنظرة تانية ومختلفة. وافتكري دايما ان المرأة الراقية مش بتحاول تلفت انتباه حد، بس حضورها لوحده بيكفي تخلي الكل ياخد باله منها. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، أتمنى يكون مفيد بالنسبة لك، وأتمنى لو شايفة إن هو يستحق حد تاني يشوفه أو يسمعه تشاركيه مع كل اللي حواليك. وما تنسيش لو أول مرة تشوفيني تدوسي اشتراك وتنضمي لعيلتنا اللي بتكبر بيكم، بفرح قوي بوجودكم معايا. وبكده خلص الفيديو بتاع النهاردة، بس كلامنا مع بعض زي ما احنا متعودين عمره ما هيخلص. استنوني في فيديو جديد قريب جدا. استودعتكم في رعاية الله وعنايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.